مقرمشة. وأول مرة أذوق سوشي يعني مقلي غريبة كذا عليه طبقة. بذوق السمرة أشوف شو وضعه. بسم الله. نقول بسم الله تونا بادين على طول 6 يورو فاصلة 8. أسعار عجيبة، تكاسي ذبح هنا. أحيي وأرحب ولد العم عبد الرحمن. الحمد لله على السلامة عبد الرحمن. يسلمك. وعزمنا اليوم على مطعم سوشي بوسط فرانكفورت، يقول لي من أحسن المطاعم نشوف. أكرمك الله يا ولد العم. صحة وعافية. ما شاء الله دلعني والله. رهيب المطعم، رهيب رهيب. يلا الحمد لله. الله عليك يا عبد الرحمن، رهيب. وش أكثر واحدة طعمة فيهم؟ هذه السمرة. هذا اللي سوى لنا السوشي، شكله محترف يا عيني. شوف الجرذي يربون جرذي. هذا صنصور الفندق خشب ومبين قديم لكن نظيف مرة. أحب أروح أشوف الغرفة شو وضعها. أخيرا دخلون. هذا دخلت يا عيني. الله يا سيدي. السبب انه ايام الحرب العالمية الثانية على هتلر هنا بألمانيا، امريكا والحلفاء قصفوا فرانكفورت قصف مو طبيعي، دمروها. وبعدين بعدها بكم سنة يجي ابو الهش يتمشى يذوق سلطاتهم يوريكم البلد وتقولون له جزاك الله خير يا ابو الهش. سوين الغرفة، هذه الصالة. ايوه رائعة مريحة. قهر ما اعطوني على النهر، فل الفندق. هذيك المنطقة الجديدة حقت فرانكفورت، المركز المالي وانتم ماشيين. مع القصف خلاص راح التاريخ، رجعوا عمروها من جديد. من اللي عمرها؟ المهاجرين اللي هم من شمال افريقيا والاتراك جو واستوطنوا هنا. وهذه خضروات وبيض وانتم ماشيين. شوفوا الخيار كبريش، خس شيء مو طبيعي. الفجل، وش هالفجل ده يوحش. حاطين سوق صغير بوسط الشارع زي الميني ماركت، بوه كل الاشياء اللي انت تحتاجها وانت راجع البيت، لحم جبن هوت دوغ وما ادري وش. الحين اوريكم جوا، ندخل نشوف. حتى الاعمال الخشبيه موجوده. شوفوا الرجال يشتغل قدامكم ويسوي منها ادوات المطبخ. شوفوا كله خشب. لو تركزون معي وتشوفون المباني في فرانكفورت ما تحسون انها جديده، كلها ما فيها تاريخ، قليل التاريخ فيها. المباني اللي هي 300 400 سنه وقبل يعني. شمع، انواع اللحم وانتم ماشيين، عسل، حركات، وعيشوا حياتكم. ما ادري وش يطبخ ذا. شفتوا كيف الواد الحليوه؟ وش قصتهم مع هالحلوين؟ ها وش السالفه؟ الله على السلطه يا حبيبي. دخلت هالمحل شدني، مسوين عرض على سلطتهم، قلت والله تعال خلينا نشوف وش السالفه. شكله طعمه. شوفوا سيارة الدفاع المدني تلقلق. سلام، حتى اللي جوا ما شاء الله عليهم وحوش. تعبت من الدوران برا، ودي اروح الفندق، بس ولد الذين قالوا لي لا انسى التشيك ان الساعة 2، وانا الساعة 8 صباحا وصلت عندهم، قلت تكفون دخلون، رفضوا. ناخذ راحتنا نمطط، التمطيط طبعي. بس هنا ما في اوروبا، تدخل يلا خلص اطلع في غيرك يبي. بذوقها وشوف. بسم الله. ما شاء الله ممتاز، الصوص اللي فيها رهيب. عجبني كيف الاهتمام بنفس الشجرة. شوفوا شلون اساسها، وش هالشجرة اللي مرت دي بعد، شفتوا شلون؟ واساسها نظيف ومرتب. راح شغل الفنادق، ندخلك عندنا الساعة 2 الظهر، وبكرة 12 الظهر تقلب وجهك تطلع تشيك اوت. ليه يا جماعة الخير؟ خلونا براحتنا، حنا خليجيين ما يصير. شوفوا التكنيك وشلون يشيلون القزاز من على المحل. ترك 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 وخلاص وفتح المحل. اللي يشوف هالشارع ذا الساعة 9:30 ما ابو حياة. يوم انا جيت 10 بوف
ما ادري من وين طلعوا، مصاصين دماء ما شاء الله عليهم. شوف الله يعين، بعد عناء جالس ادور شريحه بيانات عشان السناب شات مص، صم البيانات مص، فقلت احسن طريقه اشتري من هنا من عندهم شريحه المانيه. وش اللي صار؟ ما شاء الله الدجاجه ذي ما هي بحمامه، طول بعرض ارداف، اموره طيبه. وانا هجد ذي داري. هذه حاله شوارع باوروبا الرئيسيه، كل ما انت ماشي عروض ويكسبون رزقهم من العروض هذه. تقريبا 90% من شوارع اوروبا الرئيسيه فيها كذا. هذه فقط بيانات، ما فيها تليفون ولا شيء. شريحه بيانات فيها 5 جيجا وفيها 7.5 جيجا. انا احدد ابى اخذ الباقه الاعلى 7. بدت العروض بالشارع. ما احس انه لغه الوجه والحركات دي هو ايش الحلاوه دي مع اللغه الالمانيه. ايش لي بديش نيش ديش نيش بيش احس الاندونيسي اصرف. ايوه السلام عليكم، ما شاء الله تبارك الله، انا هنا في فرانكفورت من راهيل، ما شاء الله هذا ما شاء الله انا فيه بفرانكفورت هذا مرقاتر. بسم الله. يا جماعة الألمان لغتهم ناشفة قوية، زي مثلا إيش لبدش. إيش لبدش هذا وش ذي؟ يعني يا حبيب قلبي. يلا يا سيدي. الله يا حبيب قلبي، هذا كابتشينو. شفتوا شلون؟ سوي لكم فيديو كليب. يا عيني. قال لي شف تبي ايفون الجديد الساعة 6 الصبح توقف هنا. قلت وين يا عمي الجسمي انت الساعة 6 الصبح بفكر فيك. ما تلاحظون في شيء ناقص فيني انا؟ ما شربت الكابتشينو الصباحي حقي. هذا المحل شوفوا شكله رهيب، بذوق واقول لكم. من الان الناس حاطين وزارعين الخيام ومرتبين امورهم عشان بكره هو نزول الايفون الجديد. قلت له تكفى الله يرحم والدينك. طبعا ما عندهم نظام تكفى ذا، انسوا. هذا هو متجر ابل الاصلي هنا بنفس الشارع. شوفوا العالم زارعين خيام، وهذا لهم جالسين هنا بعد. ليش؟ السبب انه بكره بينزل الايفون. شوفوا ورق الحمامات امورهم طيبه. الو شوفوا الحلاوه ذا، كلهم مستنين الايفون الجديد. شفتوا كيف الخرطوم يمشي؟ يمكن مو بواضح معي بالكاميرا، ويمر ويطلع على الفتحه اللي وريتكم اياها ببدايه المول من برا. هذا هو يا جماعه اشهر شارع عندهم، زايل ستريت. ممر وبعدين اشجار بالنص، وممر ثاني نفس هذا من الناحيه الثانيه. وعشان الشارع هذا مهم، انواع المحض، تنظيف، ما في لعب. نظافة الشارع هذا أولوية من أولويات المدينة. هذا واحد من المولات المشهورة عندهم، مول صغير اسمه ماي زايل، بس تصميمه فريد. هذا الخرطوم يدخل من قلب المول جوا وكله قزاز. الآن أوريكم شلون. هذا الأبو الصحيح ماخذ ولده الصباح وماشي رايح ايش يمشي ولده. شفتوا الأبهات الصح؟ وخلاص هو الأم متشاخر بالبيت أموره طيبة أو بالعمل، والرجال قايم بالواجب، ماخذ الولد يمشيه الصباح ويدلعه. تعلموا يا ناس تعلموا. هذا مشهور محل الفواكه بهذا الشارع، ويقطع الفواكه زي ما تبون، ينطق فاكهته تنطق نطق. شوفوا الفراولة يا ناس، ولا حبة خربانة ما شاء الله. فراولة ايه ما شاء الله. هذا الشارع عاد كل الماركات، وفي كم مول صغار، وايضا العروض اللي يجون الناس يسوون عروض مقابل المال. هنا كل النشاطات بهالشارع، كل شيء. ظهر المول لسه ما فتح، كلهم يفتحون الساعة 10. شوفوا وين اللي تنظف ذي، ها شغالة تنظف. كل المحلات يجون ينظفون يستعدون لاستقبال الزبائن الساعة 10. اخيرا الحمد لله وصل الترام حقي رقم 18. يا عيني تعال يا حبيب قلبي خذني معك اذا كنت مسافر. يلا مع السلامة يا رقم 18، وصلني بالسلامة. هذا اللي وراي الشارع ذا اللي بدخله بعدين هو أشهر شارع بفرانكفورت، زايل ستريت. هذا هو. وأخيرا وصلنا رنا. ثانك يو فيري ماتش يا شيخة. يا ويلكم. الله يخليك. ثانك يو فيري ماتش حبيبي. وهذا الفندق طبعا قدام النهر، والعالم يوميا جري ورياضة. شوفوا الشارع اللي وسع الصدر، والله لو تشوفون الجو أو تحسونه. هذا مقاولهم جالس يسوي الشارع ويضبطونه، وهذا العامل. تتخيلون بالله هذا شكل عامل؟ الحلاوة ذا كله عامل. للي يعرف يستخدم الترام مرة يوفر عن التكاسي،
والأفضل أنه يستأجر سيارة إذا كانت مشاويره كثيرة. هذا هو فندقي، شوفوه. هذا يا جماعة كان شركة بعدين فلست وقلبوها فندق، وهذا الملحق حقه. هذه سيارات الشرطة حقتهم. الشرطة بألمانيا يسمونه بوليتساي. بوليتساي غريبة نطقهم له، بوليتساي كذا، ايه بوليتساي. ما شاء الله فجأة حلويت طبعا عشان رحت ألمانيا. زين شكلي. وش دي زبالة؟ هذه زبالة متعددة طبعا. طلعت اللي تغير العملة الفلبينية على طول، قلبت أنا معاه. بنطنق باقندن يو أوه سلامات. وكيفت الفلبينية. كيف تعرف فلبيني كيف؟ تعالي يا شيخة، يا هلا يا هلا يا هلا رفيقة دربي، يا هلا تعالي تعالي طال عمرك تعالي. تعالي. الحمد لله ركبنا التاكسي تمام، وراكب مع تاكسي سواق تاكسي اسمه رنا، مستر غنا، نص هندي ونص ألماني. الحمد لله خلصت، ختموا لي، دخلت الديرة، بس استجوبني استجواب ابن الذين العسكري، لأنه أنا الفيزا حقت الشنغن مطلعة من فرنسا مو من ألمانيا. خلاص الحمد لله طلعت، لبست جاكيت برد، درجة الحرارة 10، ورحت أغير عملة عند الأخوان. قصونا بس شكر الله مو مضطر. شوف الطابور هذا هو، احنا بخير الله يعين بس، والفجر وحالتنا حالة وزونا واصلين. نسيت أسجل سنابات ورحت مسكت الخط الغلط. هذا هو الصح. تعال ايش عندك؟ قلت قالوا لا مو هنا، راح هناك الله يصلح مهوي. أبشركم الحمد لله وصلنا بالسلامة. هذا هو مطار فرانكفورت، والله كبير مو بشين. وبقول لكم وش تجربتي بالرحلة باللوفتانزا. باعتقادي طيران لوفتانزا أعلى مستوى من الخطوط السعودية، وأقل مستوى من الإماراتية والاتحاد والقطرية، أقل منهم. حاطين عساكر عند الباب. تعال يا حبيبي وريني فيستك، هات سليمة تفضل، مو بسليمة كذا على الطاير، وقف هنا حترجع ديرتك كذا.